وعايز اقول حاجه على الشناوي برضه، يعني طبعا يعني يسال النهارده الشناوي مش هنجمل الكلام يعني. يسال طبعا طبعا النسبه الاكبر بكتير جدا جدا في الهدف يعني. انا اشوف انها في المتناول. اتنين في حته الجلوس احتياطي ولا عدم الجلوس احتياطي. يعني ما اعرفش هي حقيقي ولا مش حقيقي، لان الشناوي قعد في ماتش السوبر لشوبير في ماتش سيراميكا. ايوه بس وقعد في افريقيا. لا قعد في افريقيا وما قعدش ماتشين. ما قعدش ماتشين وقعد ماتشين. هم بيقولوا يعني ان ده كان اتفاق مع الراجل يعني، او هي كده، او الراجل ده كان قراره. انا اشوف ان الموضوع باختصار شديد جدا. مفيش حاجه اسمها كده. كولر لما بيتسال بيقول بريحه. مفيش كده. مفيش كده. اولا لازم كل واحد يبقى فيه احترام شديد جدا 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 للي بيلعب مكانه. لازم. اتنين، النهارده مثلا لو جيت قلت وسام ابو علي انت مش هتلعب بكره، راح قال لي انا مش هلعب احتياطي، مش هقعد احتياطي. ده موجود. ما ينفعش ادي حاجه لحد ما اعرفش اديها للباقي. اوكي. كمان لازم احترم اللي يلعب مكاني. لازم احترم، دي سياسه مهمه جدا في الفرقه. لازم احترم وجهه نظر المدرب. هو مش عند الشناوي، هو الراجل بيقول لك انا اللي بريحه. ايوه هو بيقول هو بريحه. لا، هو الراجل ما ينفعش يدي حاجه لحد في الفرقه ما بيداش لحد تاني. زي ما قلت لك وسام النهارده مش هيلعب بكره، هتلاعب اي حد. منصف جدا في الكلام اللي انت بتقوله ده برضه يعني. ده حق. اتكلم في مبدا كابتن. ده حق، ده مبدا. ولا الراجل اصلا من حقه ان هو يقعد حد غير لما يكون لسبب فني فعلا. هو سبب فني. تمام. انت بتريحه. لكن انت ما اشتريتش فكره ان هو بيريحه. نعم. ما اشتريتش فكره ان هو بيريحه يعني. النهارده انا لو بلعب مثلا نهائي افريقيا واختياري ان انا العب شوبير مثلا، اوكي، وشوبير لا قدر الله اتعور في التسخين. فهمت وجهه نظرك. فاهم وجهه النظر عامله ازاي؟ ما تنفعش. تمام. في احترام شديد جدا لكل اللي بيلعب. اوكي. لكن انا ممكن ادي واحد في الفرقه اسبوعين اجازه. ايوه بس دي بتبقى مفهومه في الاخر. دي ليها ظروف معينه. أيوة. لكن في نص الموسم وماتشات جامده ومتناوله واريح النهارده وبعدين ممكن العب الماتش اللي بعده، لا اريح الماتش اللي بعده وبعدين العب الماتش اللي بعده، لا ما ينفعش ان انا ادي حاجه ما اديهاش لحد تاني. طيب